من منصبه بعد الخسارة أمام أستراليا بهدفين دون رد. مهدي علي صاحب 51 عاما أكد بعد مباراة أستراليا أنه عانى كثيرا في الفترة الماضية وقدم كل ما بوسعه، لكنه لا يستطيع تقديم أفضل من ذلك، مؤكدا أنه لا يمكن له الاستمرار في مهمته مدربا للأبيض الإماراتي. إنها لحظة حزينة بالنسبة لي. كنت أود أن أغادر المنتخب الوطني في ظروف أفضل، لكن هذه هي الحياة. عليك أن تتوقع أنك ستقابل الأصعب. حاولت أن أقدم الأفضل بما توفرت عليه من إمكانيات، ولكن المدربين هم جزء من الفريق وهناك أجزاء أخرى تساعد المدرب. أعتذر من الجميع، لاعبين وإداريين وجمهور، وأشكرهم جميعا. أعتقد أنه الوقت المناسب للرحيل. قررت الاستقالة قبل مباراة العراق، ولكن الاتحاد الإماراتي أصر على بقائي. فزنا على العراق وانتعشت آمالنا في التصفيات. بعد 5 سنوات قدمت خلالها الأفضل. واجهتنا تحديات كثيرة. فزنا بكأس الخليج وتأهلنا لأول مرة إلى الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة للمونديال. أظن في ظل كل هذه الظروف والتحديات التي نعيشها لا يمكننا أن نقدم أفضل من ذلك. وكان منتخب الإمارات انقاد لخسارة مضيفه منتخب أستراليا بهدفين نظيفين لتحافظ بذلك أستراليا على أملها في التأهل بعدما نجحت في تحقيق أول فوز بعد 4 تعادلات متتالية. الرحلة إلى سيدني محفوفة بالمخاطر للمنتخب الإماراتي الذي يجد نفسه أمام ضرورة العودة بأكبر عدد من النقاط خلال مهمته أمام المنتخب الأسترالي في تصفيات آسيا المونديالية. المد الأصفر بدأ اجتياح أرض ضيفه مبكرا، ودقائق 6 كانت كفيلة بتغيير النتيجة. ركنية حول على إثرها جاكسون إيرفين الكرة برأسية إلى شباك علي خسيف بمساعدة دفاعة الأبيض. عمر عبد الرحمن أراد إعادة فارقه بسرعة في أجواء المواجهة، ومن مخالفة مباشرة كاد يعانق الشباك، غير أن التألق كان لحارس المرمى ماتيو رايان. وعلى إيقاع تقدم أصحاب الأرض بهدف وحيد أسدل ستار الشوط الأول. بذات إيقاع الشوط الأول نزل منتخب أستراليا عازما على مضاعفة النتيجة، حيث أتيحت له أكثر من فرصة، غير أن التجسيم كان غائبا. وعند الدقيقة 56 كاد البديل محمد عبد الرحمن يصل الشباك الأسترالية، لكن راين من جديد في المكان المناسب. ومع دخول المباراة وقتها الحساس عاود رفاق تيم كاهل معانقة الشباك الإماراتية عند الدقيقة 78 عبر رأسية ماثيو ليكي. خسارة ثانية على التوالي لكتيبة مهدي علي تضع المنتخب الإماراتي في وضعية حرجة بتجمد النقاط عند 9 نقاط، فيما رفع المنتخب الأسترالي نقاطه إلى 13 نقطة. ما في إحباط، يعني أنا بالنسبة لي أنا دائما الله موجود الأمل موجود. الواحد ما يعرف شو يصير في كرة القدم. الخسارة صعبة، الخسارتين صعبات، ما حد يقدر ينكر هالشيء. كنا نقدر نطلع افضل من شيء، كنا نقدر نطلع من افضل شيء، لكن هذا شيء وبالماضي. نحن علينا ان احنا نركز في الحاضر القادم، وهو الاهم، لان اذا انت عشت على الماضي ما بتعيش على الحاضر. فاتوقع ان نحن خسارتين مؤلمات، نعم مؤلمات، ونتحملها نحن، نعم نتحملها، وهذا بارت من كرة القدم، انك انت لازم تتحمل الضغوط مثل ما تتحمل الناس يوم ترفعك توديك فوق في السماء. عليك انك انت تتعامل مع الوجهتين، هذه كرة القدم. وللتعليق على خسارة الأبيض الإماراتي نرحب بضيفنا مباشرة من دبي ماجد الفلاسي، الصحفي والناقد الرياضي ولاعب سابق في نادي الوصل. أهلا بك إذن زميلي العزيز. الآن بالنسبة لهذه المباراة كنا نستمع إلى تصريحات إسماعيل مطر، لكن يبدو أن الوضعية ليست بتلك الكارثية التي ربما يصورها الإعلام الإماراتي، بما أن كافة حظوظ الأبيض الإماراتي ما زالت موجودة ب9 نقاط في هذه المجموعة رغم صعوبة المهمة إن صح القول. لماذا ربما كل هذه التصريحات التي عصفت بالمدرب مهدي علي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا احييك اخوي نزار واحيي الكابتن محمد مبارك معك في الاستوديو. اعتقد الشارع الاماراتي يغلي منذ المباراه السابقه امام الفريق الياباني، واتت مباراه اليوم ولتكمل مشوار الغضب من النتائج السلبيه في الفتره الاخيره. اذا ما تكلمنا عن آخر مباراة لعبها الفريق مع المنتخب العراقي قبل أن يلعب مباراة اليابان واستراليا، هناك
هناك فارق قرابة ال4 شهور، ولكن لم يستفد منها الكابتن مهدي علي في الاستعداد لهالمباراتين ومشوار باقي التصفيات أو النهائيات هذه. فبالتالي نعم. المنتخب أو الشارع الرياضي الإماراتي يطمح في أكثر من النتائج السابقة اللي حصلت واللي سبق وأن ذكرت من خلال تقريركم الموقع. نعم. ولكن ردة الفعل يعني لأن طموح الإماراتيين كان بالوصول إلى روسيا 2018 كبير جدا، يعني رغم هم عارفين الكابتن مهدي يدعم بشكل كبير من كافة فئات المجتمع هنا في الإمارات. فأعتقد يعني أنا أتصورها أنها حالة طبيعية، ولكن أنا في تصوري أنه مفاجأة استقالة الكابتن مهدي في هذه الفترة، ويمكن تعتبر شجاعة منه في اتخاذ قرار مثل هذا في وقت حاسم جدا. نعم. طيب زميلي ماجد، ربما الآن بالنظر إلى الوضعية الحالية بالنسبة للمنتخب الإماراتي أكيد الأمل ما زال موجود، لكن المهمة صعبة كما ذكرنا. كيف ترى الآن مستقبل الأبيض؟ هل الأمر ربما الآن يتجه نحو مدرب أجنبي للتعاقد معه لإكمال المشوار، أم سيكون هناك ربما مدرب محلي آخر؟ والله الاختبار الحقيقي لاتحاد كرة القدم الجديد الذي لم يكمل العام الأول له في دفة الأمور في اتحاد الكرة الإماراتي، أعتقد صعبة في اختيار شخص معين أو مدرب معين في الفترة الحالية، حيث يصعب إيجاد مدرب لفترة معينة يقود المنتخب فيما تبقى من مباريات. أتكلم عن 3 مباريات صعبة جدا. أتكلم عن مباراة العراق في إيران، ومباراة تايلاند في تايلاند، وأيضا استضافة المنتخب السعودي في الإمارات. فأعتقد أن المباريات صعبة جدا. تبقى مهمة اتحاد الكرة الإماراتي صعبة جدا في إيجاد الشخص المناسب لقيادة المنتخب بديلا للريكورد الجميل اللي عمله المدرب مهدي علي خلال فترة ال4 سنوات السابقة أو ال5 سنوات السابقة. نعم. أشكرك زميل ماجد الفلاسي، الصحفي والناقد الرياضي واللاعب السابق في نادي الوصل. شكرا جزيلا لك الحضور معنا والحديث مباشرة من دبي. أعود إليك كابتن محمد، ربما الآن تعليقك على الأبيض الإماراتي، المنتخب الإماراتي. هل الوضعية كارثية لهذه الدرجة، بالنظر ربما أن الأمل ما زال موجود، خاصة المباريات فقط ستكون هناك مباراة صعبة نوعا ما أمام السعودية في آخر المرحلة، لكن أمام تايلاند الأمر يمكن التعويض، وربما أيضا مباراة أمام العراق قابلة لجميع الاحتمالات. شوف، صحيح هو شريطة انهزام انت تلعب على نتائج الفرق الاخرى. الان اصبحت يعني سابقا كانت الامور في يدك، الان الامور خرجت من يدك. ممكن انت تفوز وممكن تلاقي صعوبة ايضا وتنتظر نتائج الاخرين، ولكن ما احدث هذه الضجة انا اعتقد بالنسبة لمنتخب الامارات هو التفاؤل، الطموح اللي كان موجود، التوقعات اللي كانت موجودة بأن هذا الفريق فريق جيل مميز صراحة. جيل مميز صراحة، وكانت التوقع أن هذا الجيل يذهب إلى كأس العالم. هذا يعني المتوقع من الجميع بحسب بروز هذا الجيل، بحسب أداء هذا الجيل، بحسب انسجام المدرب مع الفريق، النجوم الموجودين في هذا الفريق. كل هذه الأمور تعطيك انطباع بأن هذا الفريق يجب أن يصل إلى كأس العالم، وتعطيك انطباع بأن هذا الفريق بالفعل سيصل إلى كأس العالم. أعتقد ما حدث كان نكسة، يعني أكيد يمكن نكسة، هزة، تقدر تقول عنها يعني ضربة موجعة للكرة الإماراتية، أو حتى للناس اللي كانت تتوقع الأفضل. استقالة الكابتن مهدي علي قد تكون، أنا بالنسبة لي أنا أشوف مفاجأة، ومفاجأة أن تعلن الاستقالة في أستراليا. يعني كان ممكن أن يعود مع الفريق ويعلن، يجلس مع الاتحاد الإماراتي، ومن ثم يعني يشوف الوضع الأفضل له والاتحاد، الاتفاق على أمر معين. ولكن يعني إعلان الاستقالة من أستراليا أعتقد هذا ما أعطاها أيضا زخم كبير للموضوع. ربما نتيجة الضغوط التي كانت مسلطة على المدرب مهدي. على كل حال نتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية. كابتن محمد مبارك، محلل فني قنوات بين سبورت، شكرا جزيلا لك حضور معنا في السابعة. شكرا.
دائما في هذه المباريات مباراة الجولة السابعة، حيث انتزعت اليابان صدارة المجموعة الثانية مؤقتا بفوزها الكبير على ضيفتها تايلاند برباعية بيضاء. البداية جاءت قوية من قبل أصحاب الأرض الذين افتتحوا التسجيل مبكرا وبالتحديد في الدقيقة 8 عن طريق كاغاوا، وأضاف أوغازاكي الهدف الثاني لمنتخب الساموراي في الدقيقة 19. وفي الدقيقة 57 عزز كوبو تقدم اليابان بهدف ثالث قبل أن يختتم يوشيدا الرباعية في الدقيقة 83 لترفع اليابان رصيدها في الصدارة إلى 16 نقطة. وسيكون الفوز شعار المنتخب السعودي عندما يستضيف نظيره العراقي في جدة. الأخضر الباحث عن تعزيز صدارته المجموعة الثانية سيواجه طموح العراقيين للخروج بنتيجة تبقي على أمالهم في المنافسة بعد التعادل أمام أستراليا. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا محمد الرزقي. يستضيف المنتخب السعودي نظيره العراقي في مواجهة قد تقربه كثيرا من بطاقة التأهل، فيما أكد فان مارفيك المدير الفني للمنتخب السعودي على صعوبة المواجهة أمام المنتخب العراقي الذي يختلف كثيرا كما يقول المدرب عن نظيره التايلاندي، فلكل مواجهة ظروف مختلفة. هذه المواجهة تختلف تماما عن مباراتنا السابقة مع المنتخب التايلاندي، خاصة وأن المنتخب العراقي لا زال يملك بعض الأمل، لذلك استعدينا جيدا من أجل تحقيق الفوز. انتهينا مباراة صعبة في تايلاند كانت مصيرية لنا، وهذه المباراة أعتقد أنها أصعب. ننسى يعني المباريات السعودية والعراق دائما يكون فيها تنافس كبير وتكون فيها متعة فيها إثارة. نتمنى الدعم من الجماهير، عودونا دائما انه في جدة يحضروا، وان شاء الله بكره يعني بيملوا الملعب، وان شاء الله احنا كلاعبين كلنا اصرار وعزيمه وروح، وباذن الله ما راح نخيب ظنهم ان شاء الله. يأمل المنتخب العراقي من خلال مواجهته امام نظيره السعودي العودة بالنقاط الثلاث لاستعادة الآمال في المنافسة ضمن فرق المجموعة. المباراة أعتقد لا يمكن أن تكون سهلة على المنتخبين، حتى أنا وجهة نظري حتى بطاقات التأهل لحد الآن في الملعب، لأن هنالك أكثر من منتخب لا تزال حظوظه موجودة في الساحة. اشتغلنا على نقاط الضعف ونقاط القوة عند المنتخب السعودي مع الكادر التدريبي، واليوم يمكن آخر وحدة تدريبية نخوضها مع الكادر، وإن شاء الله يا رب كل اللاعبين عازمين أن يحققوا نتيجة إيجابية أولا ترضينا احنا كلاعبين، وترضي الكادر التدريبي، وترضي الجمهور اللي دائما يعزرنا ودائما خلفنا ودائما داعم لنا. مواجهة السعودية والعراق منعطف صعب أمام كلا المنتخبين، فالأخضر السعودي يطمح إلى تأكيد صدارته، والأبيض العراقي يطمح إلى تجديد الأمل للمنافسة على بطاقة التأهل. محمد الرزقي، بي إن سبورتس، جدة.